بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير. حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وحديث آخر عن سيدنا أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. وحديث أيضا عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه: لا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد. أحاديث كثيرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم تحدث فيها عن الحسد، وهي صفة ذميمة وتمني زوال النعمة عن الآخرين وتأتي للحاسد، وهي تعد من أمراض القلوب للأسف الشديد، وفيها اعتراض من الحاسد على قسمة ونصيب الله سبحانه وتعالى اللي قسمه لعباده. ينقسم الناس في موضوع الحسد لقسمين أو لصنفين. القسم الأول بيقول إن هو لا بيعتقد في الأمر بتاع الحسد خالص، وإن انتوا بتعلقوا عدم توفيقكم وعدم تنظيمكم لحياتكم في الحياة أو في أشغالكم أو في أي شيء على الحسد. طيب الصنف التاني على العكس تماما، كل حاجة بيقول إن أنا فعلا اتحسدت وإن بيتي اتحسد وإن كل المحيطين بيا بيحسدوني. الصنفين غلط. لا اللي شايف ان مفيش حسد اصلا وان انتوا اللي فشلة وان انتوا اللي مش بتنظموا حياتكم، خطأ، لان العين حق، ولو في شيء سبق القدر لسبقته العين، وان العين لا تدخل الرجل القبر والجمل القدر. والصنف الاخر اللي شايف ان حياته كلها حسد والمحيطين بيه كلهم بيحسدوه، برضه خطأ. احنا المفروض بنحصن انفسنا بأذكار الصباح والمساء وبالأدعية، وبنتوكل على الله حق توكله وبناخد بالأسباب. فلابد ان احنا ناخد الأمر بشكل متوازن. لحياتنا كلها هنمشي على ان احنا محسودين والناس كلها بتحسدنا، ولا نهمل أمر التحصين وان احنا ناخده بعين الاعتبار. النهاردة بإذن الله في حلقة قوارير هنتكلم عن الحسد، مفهومه، من هو الحاسد، ازاي اعرف الشخص اللي قدامي ده بيحسدني ولا لا، ازاي احصن نفسي. كل التفاصيل عن الحسد هنعرفها النهارده باذن الله تعالى مع ضيفتنا اللي مشرفانا الاستاذه زبيبه محمد، الداعيه الاسلاميه. السلام عليكم يا استاذه زبيبه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. اهلا ومرحبا بحضرتك. الحقيقة موضوع الحسد من الموضوعات اللي بنتكلم فيها، ناس كتير بيتكلموا فيها ليل نهار، حتى على مواقع التواصل الاجتماعي دائما بنرى الناس بتتكلم عن أنا اتحسدت، فلان حسدني، فلان ده بيحسد، فلانة دي عينها صفرة بتحسد. خلينا نتكلم الأول عن الحسد. ما هو الحسد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام. إن شاء الله نتكلم ما هو الحسد. الحسد أصلا هو تمني زوال نعمة الغير، سواء كان نعمة الدين أو الدنيا. هذا هو معنى الحسد. تمام. يعني مش أمور دنيوية فقط، يعني ممكن الأمور الدينية تحسد. يعني لو حافظ للقرآن بيتمنى أنه ما يحفظش، لو تقي بيذهب للمسجد على طول. يعني أمور العبادة كمان بتحسد يا أستاذ زبيبة؟ أيوة، سواء كان دينيا أو دنيويا في يحصل يعني حسد في كله. تمام. طيب كيف تعامل القرآن الكريم مع الحسد والحاسدين؟ الحسد الأول نتكلم عنه، تعامل مع القرآن الكريم إزاي؟ والحاسدين تعامل معهم القرآن الكريم إزاي؟ سبحان الله، ما ربنا حذرنا من الحسد بقوله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: أن يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. ما هذا الشخص
عنده دنيا، عنده دين، عنده أي شيء، هذا قسمة من الله سبحانه وتعالى. ما يجب ولا ما يجوز يحسد واحد للثاني، هذا قسمة الله سبحانه وتعالى. إذا حسدته أو إذا ما راضي عنه أنت يعني هذا قسمة الله ما قاعد ترضى معناها. لا نعترض على قسمة الله سبحانه وتعالى. أيوة، أن يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضل، هذا فضل الله سبحانه وتعالى. واحد ما يكون يعني غني إلا بفضل الله، واحد ما يحفظ القرآن إلا بفضل الله سبحانه وتعالى. واحد إيش يجوز يعني يقول الحمد لله ما شاء الله اللهم بارك فلان أيوة. حافظ قرآن وربنا كمان يعطيني أن أحفظ. هذا يعني ما فيها شيء، ما فيها مشكلة. المشكلة الحسد، تمني زوال نعمة الغير، هذا هو اللي ما يجوز. وواحد ما يستفيد لما يحسد. سبحان الله، أول يبدأ بنفسه، هو يعني قاعد يدمر نفسه، هو ما يكون مطمئن، عنده هم، عنده غم لما يحسد للناس. بالضبط. وكما قال عليه الصلاة والسلام إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. أيوة. واحد يعني يصلي ويقرأ ويجمع الحسنات ويثنيها مرة واحدة بالحسد، سبحان الله. لازم واحد يعني يفكر لآخرته كيف يقابل ربه ويبارك لغيره، ويتمنى كمان من الله سبحانه وتعالى، يعني فضل الله عظيم وكبير. تمام. طيب كيف تعامل القرآن الكريم مع الشخص الحاسد، أو من السنة النبوية الشريفة، يعني لما يكون في شخص حاسد كيف نتعامل معه؟ احنا طبعا هنتكلم عن صفاته، ولكن لما نبقى عارفين ان الشخص ده حسود نتعامل معاه ازاي يا أستاذة زبيدة؟ طيب، وفيه طرق كثيرة. يعني لو عرفنا واحد هو يحسد لازم يعني نقرأ قرآن والمعوذتين، سورة الإخلاص، وقل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، آية الكرسي، وفي أذكار الصباح والمساء، وأشهار الأذكار كمان، أعوذ بكلمات الله التامة ومن كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة. يعني وسورة البقرة كمان يعني تحفظنا من كل شيء. تمام. طيب ماذا عن الموقف اللي كان ذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قيل إن في حادثة حصلت ما بين أحد الصحابة، إن أحد يعني نظر لحد من الصحابة ولقى إن يعني جسده ما شاء الله كان شديد البياض، وبعد ما يعني بعد ما مشي حصل ان الصحابي ده جسمه تعب، ويعني حصل فيه شيء من التعب او الحساسية او ما الى ذلك. فلما راح للرسول صلى الله عليه وسلم قال له انه يذهب له ويأخذ ماء وضوءه ويسكبه على ظهره، ولما عمل زي ما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم شفي، وظهره شفي من اللي كان موجود فيه. حدثينا عن الأمر ده، وهل لو احنا حسينا ان احنا اتحسدنا من حد نقدر نروح له ونقول له ان احنا عايزين ماء وضوءك؟ والله سبحان الله، هذه صراحة في زمننا هذا صعبة، بس الصحابة كانوا ما شاء الله يعني طيبين ويمتثلوا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. كما ذكرت هذا الصحابي عامر ابن ربيعة ابن سهل ابن حنيف، هذا رأى للصحابي لما رأى من شدة بياضه زي ما يعني سرع وسقط، فأتى الرسول صلى الله عليه وسلم فقيل له هل لك في سهل ابن حنيف والله ما يرفع رأسه، فقال هل تلزمون له أحد؟ قالوا اتهموا عامر ابن ربيعة. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتيقظ عليه وقال على من يقتل أحدكم أخاه ألا باركت
فاغتسل له، فغسل عمرو وجهه ويده ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه ودخل إزاره في القدح ثم صب عليه فراح سهل مع الناس وليس عليه بأس. رواه مالك. يعني يا نحن الله إذا عرفنا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم سواه عليه مع الصلاة الصحابة، والسلام. يعني سهل علينا ما ننحرج. بس المشكلة الناس كلها ما تعرف. لما تقولي لها يعني اديني وضوئك ولا غسلي مويتك يعني تنحرج، هي كمان ما تقبل زيادة، كمان بالظبط يعني يكون خصومة، أيوة يعني تزعل منك جدا. وتقاطعك وأشياء كثيرة. بس طبعا لكن الناس ايش طبعا. تسوي لما هي تشرب، لما هي تسوي أي حاجة في القهوة ولا موية ولا كده، يعني تغسل هذا وإن شاء الله تمام ويكون إن جدا. شاء الله هذا من الله سبحانه وتعالى دواء له. المشكلة كمان يا أستاذة زبيبة إن ثقافتنا الآن إن ما في حد بيعترف إنه بيحسد. إحنا كلنا بنتحسد، الناس كلها بتحسدنا، لكن إحنا نحسد حد لا. فبالتالي لو حد جه طلب مني إن أنا أديله بشكل عام طلب مية وضوء حد، فيقول له لا أنا ما بحسدش، ده أنا اللي بتحسد. فالناس كلها فاهمة إن هي بتتحسد لكن هي ما بتحسدش. سبحان الله. حتى هذا غلط أصلا، لأنه بدون ما تشعري كمان تقدر تحسدي. يعني أنت ما تعرفي، يعني الناس تحسديها لما تشوفيها يعني نعمة عليها، إذا ما باركتي، إذا ما قلتي اللهم بارك ما شاء الله وما ذكرت الله سبحانه وتعالى، حتى تحسد رزقك، حتى تحسد يعني أولادك بالظبط بدون قصد. يعني واحد ما يبرئ نفسه سبحان الله، إلا بس لازم نتفهم. وكل شيء ما نربطه بالحسد. يعني الناس تتعب، الناس يعني تمرض، الناس بالظبط. سبحان الله. دي نقطة مهمة أستاذ زبيبة، أنا عايزة أسأل حضرتك فيها. في بعض الأشخاص بيعلقوا كل حاجة في حياتهم على الحسد. الولد ما نجحش في المدرسة اتحسد، البنت الخطوبة اتفسخت ما كملتش اتحسدت، أنا وقعت على السلم رجلي اتكسرت اتحسدت. طب كل حاجة في حياتهم معلقينها على الحسد. لا هذا غلط مننا، لأنه لازم واحد يكون أولا التوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه مش الحسد. حتى السحر، إذا ربنا يعني إذا أنت تتحسن تسوي أذكار الصباح والمساء وتقرأ قرآن يوميا، عندك ورد يوميا وتقرأ سورة البقرة والأدعية وكل شيء، ربنا بيحفظك. حتى لو سووا لك سحر كمان ما ينجح، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. إذا ربنا حفظك، بس أنت أصلا ما متأكد، بس وهم من نفسك تقول محسود. كل شيء تربطه بالحسد والعين، بالذات هذا الزمن. أي وحدة تتكلم زي ما قلتي ما نجح في أولادها في مدرسة تقول حسد، تقول عين. إذا ما تزوجت بنتها، إذا كبرت شوية، إذا تأخر عليها زواج أو خطبوها بعدين انفسخ، كل شيء يعني ربطناه بالحسد والعين هذا. لكن لا، ما ممكن. سبحان الله. إيش اللي أنت تأكدتي؟ إيش عندك دليل إنك محسودة ولا معينة؟ ما تعرفي. بس الإسلام يعني علمنا بدل واحد يجيه العين أو يجيه الحسد، يعني عندنا وقاية. الوقاية خير من العلاج. يعني نكون مع الله سبحانه وتعالى. أول التوكل على الله، يعني كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. هو مالك خالق السماوات والأرض ومالك كل شيء. إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنه على كل شيء قدير. ليش يعني نعجز؟ ليش يعني نخاف من الناس زينا البشر، حتى ما ينفع نفسه وما يضر؟ هذا النفع والضر والمرض والعين والحسد كله بيد الله سبحانه وتعالى. إذا ربنا حفظك
وانت تحسنت وكنت في حسن الحصين، ما يدرك شيء ولا ما يجيك شيء. لازم طيب يعني دي نؤمن الأشخاص بالله اللي هي سبحانه وتعالى. بتعلق كل شيء على الحسد. احنا عندنا صنف تاني يا أستاذة زبيبة، يعني لا يهتم أبدا وشايف إن مفيش حاجة اسمها حسد، انت يعني بتعلق فشلك على الحسد ومفيش حاجة اسمها حسد، يعني أقصى اليمين وأقصى اليسار. تقولي إيه بقى للي هم يعني شايفين إن مفيش حسد وإن دي كلها حجج؟ لا، مين يقول ما في حسد؟ حتى ذكره ربنا سبحانه وتعالى في القرآن، أن يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. هذا بالظبط. كمان دليل أن الحسد موجود. يعني حتى الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم عليه بقوله الصلاة والسلام. العين حق. هذا أيوة. يعني نؤمن به إنه موجود، لكن ما للدرجة هذا بالذات في الزمن هذا. أي شيء يعني ربطناه بالعين والحسد، وإلا موجود سبحان الله العظيم. لازم نكون وسطيين، يعني بالظبط. نؤمن بس كمان ما نقول أي حاجة حسد، أي حاجة عين، أي حاجة. واحد إذا توكل على الله خلاص، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ما في أقوى من ربنا سبحانه وتعالى. طبعا. هو الذي خلقنا ورزقنا وكل شيء سوى لنا، يقدر كمان يحمينا يعني من الحسد بالظبط، إذا أخذنا والعين. بالأسباب وحصلنا أنفسنا وأولادنا وبيوتنا. قبل الختام أستاذة زبيبة، من هو الشخص الحاسد؟ هل له صفات معينة؟ يعني لو أنا شفت الشخص ده هقدر أعرف إنه حاسد، بيعمل حاجة معينة أو تصرفات معينة تدل إنه حاسد، وبالتالي أبدأ أحصن نفسي منه لما أشوفه؟ أيوة، يمكن واحد يعني يسألك عن أولادك إذا هم قلت لهم ناجحين وكذا، ما يرضى، ما يقول اللهم بارك، ما يذكر الله سبحانه وتعالى، ويعني أشياء كثيرة. يمكن كمان لما هو يجي بعدين تحصل مشكلة في البيت ومع الزوج مع زوجته أو مع الأولاد أو أي شيء، لما يكون كذا شوية إنك تحس يمكن حسد، يمكن يعني تذكر الله وتتحسن وتسوي كل شيء، يعني تأخذ بالأسباب. الشخص الحاسد وجوده في المكان بعد ما بيمشي من المكان اللي هو موجود فيه، سواء كان في بيتي أو في محل عملي أو في مكان خاص بيا أو حتى شاف أولادي، هل بيرتبط حدوث مشاكل؟ حد من الأولاد يتعب؟ بيبقى بشكل مستمر، ما هياش بتكون حاجة عارضة؟ مرات يكون شيء عارض، مرات كمان بيكون يكون حاسد هو. إذا ما ذكر الله، إذا ما يبارك، إذا ما شفته يعني يقول زي ما هو ما فرحان، ما كده بالنجاح وشيء، إذا ما مبسوط يعني تشوف واحد. وإلا ما كله كمان يعني شيء يحدث لك بعد ما مثل واحد تقول حاسد ولا شيء. على العموم أهم شيء واحد يحسن نفسه بالزبط. ويتوكل على الله، يبعد عن هذا الشيء، لأنه ما عندك دليل، ما عندك، أنت ما تكون 100% هذا يعني حاسد تقول أو عين. ما بتعرف. بس كما ذكرنا في حديث هذا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابي لما هذا شافه يعني تعجب من البياض في يعني بشرة كده، بيوت زي كده، لما تكلم هو سقط ومريض وكده. هذا يعني شيء يعني يراه الناس وعندهم دليل يعني. بالزبط. بس إذا ما عندك دليل أحسن يعني واحد يحسن. يعني إحنا نحصن أنفسنا بأذكار الصباح والمساء وبسورة البقرة والرقية الشرعية وما إلى ذلك من كل الأمور اللي وصانا بها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ونتوكل على الله حق توكله. بشكر حضرتك في النهاية الأستاذة زبيبة محمد، أدعية الإسلامية، على وجود حضرتك معانا، شكرا جزيلا. وطبعا الشكر موصول لكل متابعين برنامج قوارير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويحفظ أولادنا وبيوتنا وأسرنا جميعا يا رب. نحصن أنفسنا ونتوكل على الله حق التوكل، لا نخاف جدا جدا من الحسد ونخليه بيعمل لنا كأنه حالة من الخوف والرعب الشديد، ولا نترك الأمر
ونهمله ونهمل التحصين. احنا أمة وسط، لا إفراط ولا تفريط، ناخد الأمر بشكل متوازن ونتوكل على الله ونحصن أنفسنا، وبإذن الله تعالى أمورنا كلها هتكون بخير. انتهت حلقة قوارير اليوم، إلى أن نلقاكم نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.